ليس من لم يعص الله خير ممن عصى الله، ولذلك الصحابة بعضهم نشأ على الكفر وأولادهم على التوحيد وهم خير من أولادهم، كما قرر هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن سبحان الله العظيم نحن قد نخطئ، نزل، نتجاوز، لكن حذاريك أن يكون نتاج المعصية أعظم من المعصية، أن تيأس من روح الله. لذلك سبحان الله القلب الحي دائما تجده أواب راجع، القلب الحي دائما تجده متحققة فيه صفات الله جل وعلا، تواب رحيم، فتجده يبحث عن تلك المعاني أن تقوم في حياته، أن يتوب الله عليه، أن يغفر له. أنا أقول سبحان الله العظيم بشرى يعني، وهذا عرضا، أرأيت تلك المعصية التي عصيت بها ربك ربما سنين من وراء سنين، وأنت تجمعها خطيئة من بعد خطيئة بتوبة واحدة قد لا تأخذ منك ثواني معدودة يجعلها الله حسنات. بل ابن تيمية يقرر أنها تضاعف، ليست حسنة واحدة، تضاعف ثم تضاعف. تأمل في كرم الله وجوده.